فما زالت مشاهد الإجرام تكرر، فهذه بيوت تدمر ومشاف تفجر ومساجد بالقنابل تسجر وإنسان من بيته يهجر وأجساد تحت الأنقاض تكسر وأشلاع هنا وهناك تبعثر ونازح في سيره تعثر وفي وجهته قد تاه وتحير، وكل ذلك وأكثر من ظلم كافر تكبر وفاجر تجبر بالوحشية استعلن واستظهر بأنه قد سانده مجرم تنصر، وأمام هول المشهد والمنظر قلب المظلوم تفطر ودمعه على عينيه تحدر، فرفع يديه للذي خلق وقدر شاكيا خذلان من أعرض عنه وأدبر، شاكيا خذلان من أعرض عنه وأدبر، مع أنه قد سمع وأبصر نداء من ناداه واستنصر، فما لبى وشمر بل تولى وتنكر. أما آن لهذا الكافر أن يدحر وأن يرد ويقهر، أما آن للأرض من ظلمه أن تطهر وللضعيف أن ينصر، أما آن للبركان أن يتفكر، أما آن للبركان أن يتفكر وللمجاهد أن يتقدم ولا يتقهقر، وللمجاهد أن يتقدم ولا يتقهقر، لراية الجهاد أن تنشر وأن نسمع اليهود الله أكبر، وأن نسمع اليهود الله أكبر. في حرب غزة ما يدعو إلى العجب في صبرهم رغم ما يلقون من كرب، قتل وجوع وأشلاع ممزقة، مأساة شعب لداع الذل لم يجب، لا ناصر اليوم إلا الله في زمن عز النصير ولا ذا الجار بالهرب. يا أهل غزة يا أهل غزة أوجاع لها أمد، والنصر آت بوعد الله بالكتب. نعم والله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.